اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صراحه اليوم جينا لكم بواحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيتسائلوا عليه وسمعنا عليه في الاونه الاخيره. هذا الموضوع ديال اليوم مشعكك ومعلك، ولحد الساعه اليوم دابا انا مازال ما عرفتش كيفاش انا غنقدمه. تبعوا معنا الفيديو باش تعرفوا. فاليوم غادي نهضروا على البطاقه ديال الرميد والعلاقه ديالها بالتغطيه الصحيه الاجباريه والشامله اللي سمعنا انها قريب غادا تطبق. فقبل ما نكملوا الفيديو ما تنساش تابونا في لاشين، تفعل زر الجرس، تخلي واحد لايك الا عجبك الفيديو، وخلي كذلك حتى لي كومونتير ديالك باش نعرف كل واحد والراي ديالو. كذلك دعمنا اكثر وبارطاجي الفيديو مع صحابك في مواقع التواصل الاجتماعي. فاحنا كنضربوا تماره بزاف باش اننا نجيبوا لكم معلومات صحاح ونفيدوكم اكثر. ما تبخلش علينا بواحد لايك وتخلي تابونا في لاشين. كملوا الفيديو. فالمغاربه البعض منهم كيعرفوا بطاقه الرميد باش كتصلح، ولكن مازال بزاف ديال الغموض عند بزاف ديال الناس. مجموعه ديال الاسئله ما مفهوماش. واول حاجه هي شنو هي بطاقه الرميد كاع؟ هي واحد البطاقه دارتها الدوله باش يستافدوا بها الناس اللي ما عندهمش والفقراء واللي في وضعيه صعبه، باش يداواو فابور في السبيطارات ديال الدوله، باش يكون عندنا واحد تقييم ديال التآزر والعداله الاجتماعيه، وكذلك باش يكون عندنا واحد تكافؤ الفرص في المجتمع ديالنا اللي مازال لحد الساعه كيعانيو منه. والطريقه ديال التسجيل راها سهله كيف ما كيعرف العديد منكم، والاساسي هو على ان داك المترشح اللي بغى يتسجل في البطاقه ديال الرميد باش يستافد راه خاصو ما يكونش مسجل في بعض الحوايج بحال الضمان الاجتماعي وشركات اخرى كذلك بحال الكنوبس، اي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. فاذا كنتي ما مسجلش في هادو اللي قلت لك او في البعض منهم، فيمكن لك انك تمشي عند الكاتب العمومي تملا واحد الاستماره وغتديها تجاليزيها في المقاطعه او في البلديه القريبه لك. غيخصك كذلك بعض الوثائق اللي غتمشي غير عند مول المكتبه مثلا، انه يقدر انه غادي يعطيك دوك الوثائق اللي خاصك، او الكاتب العمومي تا هو يقدر يقول لك شنو خاصك بالضبط باش تكمل الدوسي ديالك وتقدر انك تدفعو. فبطاقه الرميد او نظام المساعده الطبيه دار كيف ما قلنا للناس اللي في وضعيه ديال الهشاشه، بحال الاعفاء من المصاريف ديال العمليات والسكانير وزيد وزيد. المهم كاين شويه ولا كينفع. وهذه العمليه راه انطلقت طبقا للمادتين 118 و 119 من القانون 65/00، واللي منحات في نوفمبر سنة 2008 في إطار وحدة نموذجية، ومن بعد بدا التعميم ديالها بشكل عام سنة 2012. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام ديال الرميد بعد التعميم ديالو أزيد من 10 ديال المليون و400 مستفيد سنة 2016. هذه غير التصريحات اللي صرحوا بها هما راه ما كاينش تصريحات جديدة. وأكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن نسبة المستفيدين في الوسط الحضري راها كتبلغ 52%، بينما نسبة المستفيدين في الوسط القروي هي رديئة يلاه واحد 48%، نقص عليها بزاف. والناس في المدينة متضررين أكثر من الناس في البادية. فاش غيقولوا الناس اللي في البادية ما نظركم نتوما بكون هذه البطاقة راهي صالحة غير لمدة ديال 3 سنين، من بعد خاصك ضروري أنك تقوم بالتجديد ديالها. وفي سنة 2017 تراجع عدد المستفيدين الراغبين في تجديد البطاقات ديالهم إلى أقل من النصف، نظرا لطول الانتظار وأجل المعالجة وتردي جودة الرعاية والتدهور المتسارع داخل المستشفيات كما كتعرفوا، خصوصا العمومية. وباش يفسروا هذا الفشل النسبي كثيرا ما يقال على انه كاين واحد ضعف في القدره التفعيليه لدى السلطات المعنيه. هادشي راه يهضر صراحه، والله الا يهضر. طبقوا الرميد خدم سيدي على راسك. كون دابا كان عندنا في المغرب كل جانب كيقوم بالعمل ديالو على اتم وجه، والله وصلنا لواحد النيفو اللي هارب بزاف. وكلنا كنعرفوا على ان المغاربه خدامين في واحد القطاع، الاغلبيه ديالهم تقريبا راهم خدامين في واحد القطاع اللي هو القطاع الغير المهيكل. يعني ما كاينش شي حاجه مضمونه. واللي زاد فرش القضيه هو الفيروس اللي ظهر في الاونه الاخيره. فالنهار اللي جات فيه الجائحه وقفات العجله ديال الاقتصاد. وشكون اللي غياكل الشحط؟ هما دوك الناس اللي ما عندهمش مساكن، هما اللي غياكلوا الشحط الاولين. واش الملايين ديال الناس ما عندهمش ما ياكلوا لولادهم؟ خدامين يسويرتي مولانا اللي جابوا النهار كيديه الليل. ما عرفتش انا كيفاش، وبداو كيقولوا لهم على انه كاين واحد الدفعه طقطق 1000 درهم 1000 درهم ما غتوكلش خمسه الناس ولا اربعه الناس في الدار. باش نكونوا واضحين، الناس غير جوج الناس في الدار كتلقاهم كياكلوا 1500 درهم ومقتصدين. هادشي علاش جلاله الملك محمد السادس نصره الله كان فكر من قبل في مجموعه من الامور ومجموعه من المبادرات، واللي من بينهم هاد بطاقه الرميد اللي واخا ساعدت مجموعه من الناس في نفس الوقت كانت السبب ديال مجموعه من المشاكل كيف ما كتعرفوا. راكم عارفين المستشفيات ديالنا والله وعرفوك
عندك بطاقه الرميد اللي عطاوك حتى كاس ديال الماء. اما الا كان عندك عمر ولا القرمومه كيف ما كنقولوا، البلاصه المخيره ديالك والطبيبه الواعره توكلك. الطبيبه الواعره اي ما علينا. فكفكره راها كانت رائعه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس. وحتى كذلك مجموعه من المبادرات بحال مثلا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي خلقت فرص كثيره للشباب المغاربه العاطلين عن العمل، وخلاتهم انهم تكون عندهم واحد النظره مستقبليه. داكشي علاش المسؤولين قال لك اسيدي اللي بغى يتسجل في هذه البطاقه خاصهم عليه بزاف ديال المعلومات، بحال الاب واش مزوج ولا لا، شحال عنده ديال الابناء، المراه كذلك واش مطلقه وكيفاش كتعيش، وبزاف ديال الامور. كذلك الاب الاوراق ديال الموظف مثلا اللي كيجيو واش كيخلصهم، واش كيجيو غاليين ولا لا، واش عنده شي ثروه ولا شي املاك، واش عنده شي قرمومه ولا لا خزنه، عنده غير زمان، وزيد بزاف ديال المعلومات خصهم يعرفوهم عليك. فهاد الصداع وهاد الجائحه وهاد الحجر الصحي وهاد الروينه كامله هي اللي خلات الحكومه انها تنوض تشمر على دراعها. في نظركم شنو غتكون غدير هاد الحكومه كاع؟ فمسكينه يلاه غتبدا تطبق في المشاريع اللي جا بها الملك محمد السادس نصره الله في الخطابات ديالو ديال شحال هادي، واللي زاد اكد عليها في الخطاب ديالو الاخير ديال عيد العرش. فكلكم سمعتوا بالتغطيه الصحيه الشامله والاجباريه. هادشي اللي خلى المغاربه انهم يكون عندهم او يولي عندهم غموض في هاد القضيه هادي، وغادي يكثروا التساؤلات. واش مثلا هاد التغطيه الصحيه بحال الرامي، ولا حسن منها، ولا كفس منها كاع، ولاش بغاو يديروها اصلا، وشنو هو القانون اللي صدرها، وكذلك شحال من واحد يقدر يستافد منها. اول حاجه التغطيه الصحيه هي ان يحصل جميع الافراد والمجتمعات على الخدمات الصحيه اللي كيحتاجوها بلا ما يتعرضوا لديك المضايقات الماليه. وهي كيف ما سمعنا راه كتشمل مجموعه من الخدمات الصحيه والضروريه الجيده، ابتداء من تعزيز الصحه، الوقايه والعلاج، كذلك والتاهيل والرعايه الملطفه. واخا انا لحد الساعه ما كنثقش في هاد او المشاريع اللي مازال في الاوراق ومازال في الرفوف، خاصنا شي حاجه تكون مطبقه باش نامنوا بها. ولحد الساعه ما شفنا والو. 2021 هي دخلات والو. بحث في واحد الندوه غادي يتطرق وزير الاقتصاد والماليه واصلاح الاداره السي محمد بن شعبون للخطه والتفاصيل ديال تعميم مشروع التغطيه الصحيه على المواطنين. فكلكم كتفكروا شنو هي هذه الخطه ووقتاش غادا تطبق وكيفاش غادا تطبق. فالا بغيتو تعرفوا تبعوا من الفيديو، كملوا الفيديو حتى الاخر. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، تفعلوا زر الجرس كيف ما قلنا في قبل. وإلا عجبك الفيديو خلي واحد لايك وخلي شي كومونتير زوين بحالك، وكمل معنا الفيديو باش تفهم اكثر. وكيف ما قال وزير الماليه على انها التغطيه الصحيه او التغطيه الاجتماعيه اللي جات ضمن القانون 6500 راه غادا تدوز من جوج ديال المراحل. وكيف ما سمعنا كذلك على انها غتطبق في يناير 2021. يناير ها وصل، غنشوفوا شنو هما الحلول اللي غيديروها. المرحله الاولى من 2021 حتى 2023، والمرحله الثانيه من 2023 حتى 2025. فركزوا معايا مزيان باش تعرفوا شنو غيكون في هذه المراحل. فالعامين الاولى غادي يخليوها داكشي ديال التغطيه الصحيه والتامين الاجباري على المرض، وكذلك هذوك التعويضات العائليه اي فلوس ديال الدراري. اما المرحله الثانيه اللي من 2023 حتى 2025 اي العامين الاخرى غادي يخليوها داكشي ديال التقاعد وكذلك هذوك التعويضات ديال فقدان العمل. وهذا الشيء كله كيفرح وكيخلينا حنا كابناء لهذا الوطن اننا نفرحوا ونعليو براسنا الفوق. ولكن كيفاش غنطبقوا هذا الشيء والحكومه مازال كترشح وكتعين شي وزراء شي مناصب اللي ما عندهم عليها حتى شي معلومه وحتى شي فكره دقيقه الا البعض من طبيعه الحال، واللي راهم محسوبين على رؤوس الاصابع، واللي بينوا الخدمه ديالهم في هذه المشاكل وفي هذه الجائحه اللي عرفتها المغرب في الاونه الاخيره. وحتى اصحاب القطاع المهيكل راه مازال عندهم مشكل، لانه كاين بزاف منهم مازال ما مصرحينش بهم، بقى غير الناس اللي خدامين في القطاع الغير المهيكل. فراه مشكله هذه. وحنا كشباب ما علينا غير نخدموا ونثابروا ونتمنوا الخير لهاد البلاد تحت القياده ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي مازال عندنا فيه امل كبير. فإلا كملتي الفيديو حتى لهنا فكنظن انه غيكون عجبك الفيديو. ما تنساش انك تخلي واحد لايك وتكون تابونيتي في لاشين الا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو هذا. نخليكم وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.